الموبايل بتاعها أخدت صور منها بشعرها طبيعي. بعد أيام من إرسال البنت لرحلتها الأبدية، رجعوا من تاني استخرجوا جسدها لإجراء فحص شامل ويعالم باللي هيحصل بعد كده. كواليس خاصة ومثيرة في واقعة الدكتورة نيرة طالبة العريش. إيه حقيقة الاتهامات المنسوبة لزملاء ليها في الجامعة، وقصة صورها الخاصة اللي نشرت على العلن، وهل صاحبتها غدرت بيها بسبب الغيرة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. نيرة طالبة العريش هاشتاج وانتشر على كل مواقع السوشيال ميديا. الكل بيتكلم والكل بيسأل عن البنت اللي انتهت حياتها فجأة خلال دراستها في جامعة العريش. الأقاويل وزي ما سمعتوا كده من صاحبتها في أول الفيديو، الاتهامات اتوجهت لصديقة نيرة المقربة وصاحبها، مش اتهامات بانتهاء حياة، ولكن التسبب في وصول نيرة طالبة العريش للوضع اللي خلاها حياتها تنتهي. الواقع من الأول خالص إن والد نيرة فوجئ باتصال تليفوني جايله من المدينة الجامعية بالعريش، بيقولوا ليه يسافر فورا من الشرقية للعريش، بنته في حالة مش كويسة وياريت يجي يلحقها. فعلا والد نيرة ووالدتها أخدوا نفسهم وراحوا، وأول ما وصلوا اكتشفوا إن البنت في المستشفى، وللأسف قالوا لهم إن انتهت حياتها. هنا الوالد وزي أي حد في مكانه ما كان هيعمل في الموقف ده، طلب إن التصاريح اللازمة تخلص على طول علشان يروح مع أهله يودوا بنتهم لمكانها الأخير. الفكرة إن بعد ما ده حصل على طول، لقى والد نيرة عدد كبير من أصحابها وزملاء ليها في الجامعة رايحين ليه وطالبين يتكلموا معاه على انفراد. هو وقتها اتخض شوية، بس الخضة الكبيرة كانت بعد لما سمع من زملاء نيرة وفهم أصل الحكاية. اتضح ووفقا للمعلومات المتاحة إن حكاية نيرة وراها شابين وبنت زميلة ليها في الجامعة. التلاتة دول مع بعض كانوا السبب في اللي وصلت ليه نيرة. الحكاية وما فيها إن نيرة كانت على خلاف بسيط مع زميلتها دي، وللأسف زميلتها دي صورتها صور مش مناسبة وبعتت الصور دي لزملائهم الصبيان في الجامعة، وبالتحديد الولد اللي هي مصاحباه، ده على حسب المعلومات المتاحة. المهم ان الولد ده اخد الصورة وبعت لنيرة ان معاه صور ليها، وفضل على كده لحد ما البنت وصلت لمراحل صعبة من التوتر، وهو زود ده عليها وقرر انه يبعت على جروب الدفعة دي على الواتساب بيحكي الحكاية، وقال لهم ان في بنت مشهورة قوي متصورة صور مش مناسبة، هو هينزل الصور بميعاد. الشرط الوحيد اللي يخليه ما ينزلش الصور دي ان البنت المقصودة بالكلام اللي هي نيرة انها تعتذر ليه وللبنت اللي هو مصاحبها قدام الدفعة كلها. نيرة طبعا من رهبة الموقف دخلت وكتبت اعتذار وخلاص بدون اي حاجة يعني. المهم انهم يسكتوا، وللأسف ما سكتوش خالص، وزاد الولد والبنت في الكلام على نيرة، وده وصلها في النهاية للوضع اللي وصلت ليه، الوضع اللي خلى الكل حزين عليها وعلى اللي حصل فيها. نيرة صاحبتها هي اللي وصلتها لكده. صاحبتها دي كانت ساكنة معاها في نفس السكن الجامعي. متخيلين الامر وصل لحد فين؟ في النهاية بطلب منكم الدعاء لنيرة رحمة الله عليها، ادعوا ليها ربنا يرحمها ويرزقها الجنة، وقولوا رأيكم برضو في الشباب اللي وصلوها لكده.